مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى لوليتا صحيه هتفرح الاولاد جدا، وبما اننا بقى في الصيف والجو حر جدا ودايما محتاجين حاجات ترطب علينا في الحر ده، مفيش بقى اسهل ولا احلى من اللوليتا البيتي. وكمان هنعملها بطريقه حلوه قوي وصحيه بدون بقى الوان ولا نكهات صناعيه وبدون مواد حافظه، وهنعملها بنكهات كتير ومختلفه وطعمها لذيذ جدا. بس لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول نكهة معانا وهي الليمون بالنعناع. عندي هنا عصير 5 ليمونات، ومعايا نص كوباية من السكر، وكمان معايا نص كوباية من ورق النعناع. عندي هنا بقى الخلاط هبقى حاطه فيه ميه، هضرب بقى كل الحاجات دي مع بعض كده في الخلاط، هتلاقي معانا عصير ليمون بالنعناع طعمه يجنن، وممكن نشربه كده عادي، وممكن بقى نعمله زي ما انا بعمل كده ونحطه في اكياس الحلواني ديت ونربطها بالشكل ده. نحط على قد الكميه اللي احنا عايزينها على حسب حجم اللوليتا، عايزينها كبيره عايزينها صغيره، وبعدين بنربط الكيس ونقص الطرف الزياده اللي فيه. وبس كده هنعمل بقى كل الكميه بتاعه الليمون بنفس الطريقه وندخلها الفريزر. عايزه اقول لكم بقى ان الليمون بالنعناع ده طعمه بجد طلع لذيذ جدا ومنعش جدا جدا، يعني تقريبا ده اكتر نكهه انا حبيتها في اللوليتا. بنفس الطريقه بقى هنكمل باقي النكهات. نقدر نعمل بالفراوله، يعني نعمل عصير فراوله ونصبه في نفس الاكياس بتاعه الحلواني ديت ونعملها بنفس الطريقه برضو وندخلها الفريزر. او ممكن نعمل مانجا، يعني شويه فاكهه عندك مع شويه ميه وسكر، بس هتعملي احلى لوليتا. سهله جدا يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص، بس بصراحه بتبقى منعشه جدا جدا. وكمان ممكن تعملوها في اكياس اللي هي زي بتاعه اللوليتا دي، اللي هي بتبقى رفيعه شويه وطويله، هتبقى حلوه قوي. بس انا بصراحه ما كانش عندي فقلت اتصرف كده، لقيت الاكياس بتاعه الحلواني دي عندي فقلت استخدمها. عملت شكل حلو زي ما انتم شايفين كده، وكمان مختلفه يعني، وبتاخد كمان كميه اكبر. فخلوا بالكم بقى لو هتعملوها طبعا للاطفال ممكن تصغروا الحجم شويه علشان الحجم ده هيبقى كبير عليهم، وكمان عشان تبقى اسهل معاهم في الاكل. وبس كده بقى دخلتهم الفريزر لحد ما اتجمدوا تماما، وبقت معانا احلى لوليتا زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى يا جماعه، عملنا طبعا ب3 نكهات، عملنا بالمانجا وعملنا ليمون بالنعناع وعملنا فراوله. تقدروا تستخدموا اي نوع فاكهه، وطبعا بنقص الجزء اللي قدام ده كده ونبدا بقى ايه ناكلها. بصوا بقى حلو قوي بجد، يعني الليمون بالنعناع ده منعش بجد جدا، يعني اللي انتوا لازم تجربوا الليمون بالنعناع ده هيعجبكم قوي قوي. وبجد طعمها طلع احلى من اللي احنا بنشتريها مليون مره، وده طبعا لانها معموله بفاكهه طبيعيه بدون اي نكهات ولا الوان صناعيه ولا مواد حافظه، يعني صحيه 100%. وبجد هتعجب الولاد جدا جدا، وهيطلبوها منك على طول وهيبطلوا يشتروها من بره تاني. وبس خلاص كده عملنا احلى لوليتا، جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وكتروا الشير، واشوفكم على خير.